كيف نصبر؟ هل ربنا أمرنا بالصبر؟ لو بحثنا في الآيات هنلاقي إن في آيات فيها أمر بالصبر أو الاستعانة بيه. أنا هختار منهم صورة فيها الخلاص لكل مشاكل حياتنا. ربنا بدأها بقسم، وأتبع قسمه بخسران للإنسانية كلها، وفي آخر آية استثنى من الخسران ده بعض الناس. القسم العصر، الزمن والوقت. الخسران إن الإنسان لفي خسر، أيامنا وليالينا اللي بتخلص وإحنا ولا واخدين بالنا. الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين، ده استثناء من الخسران. آمنوا وعملوا، الإيمان دايما لازم يكون معاه عمل صالح نعمله، زي الصلاة، الصوم، الزكاة، الدعوة لله. وتواصوا بالحق، تعلم وبعلم اللي اتعلمته لابني، لبنتي، لجارتي، أساعدهم ينجوا بأنفسهم من ضياع وقتهم. تواصوا بالصبر، يساعدوا بعض على الطاعة والصبر على الطاعة. وده يعرفنا أن الفريق الكسبان هنا هم المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.